الحاجة اللي وصلوا ليها العلماء إن هم لما لقوا الكون بيتمدد بسرعة أكبر من توقعاتهم وحساباتهم، فقالوا إن ده أكيد بسبب قوة خفية سموها بالطاقة المظلمة. ولما لقوا مجرات الكون متماسكة مع بعضها بقوة أكبر من حساباتهم ومعادلاتهم، قالوا ده دليل على وجود مادة هي السبب في تماسك المجرات دي، سموها المادة المظلمة. مادة مش قادرين يشوفوها لكن قادرين يلمسوا تأثيرها على الكون. فهل بعد الكلام ده القرآن الكريم دعم نظريات الفيزياء، ولا الفيزياء هي اللي استغلت بعض آيات القرآن الكريم عشان تسوق لنظرياتها؟ خليني أقولك إن الفكرة المنتشرة جذابة جدا وبتفتح باب خيال كبير، لكنها مش تفسير علمي ولا تفسير للقرآن على هوانا. يعني هل في مننا نسخ تانية عايشة في صفحات جنبنا؟ العلم ما قالش والدين ما قالش لأ، والمساحة دي هي اللي دايما بتخلق الأسئلة اللي هنفتحها سوا في باب الحقيقة. نظرية الزمكان ووهم البعد الثالث. تخيل معايا كده ان الزمن والمكان اللي حوالينا مش ثابتين زي ما احنا فاكرين. ده الزمن ممكن يكون ليه اتجاهات مختلفة رايح جاي، والمكان ممكن يكون طبقات فوق بعضها، عامل بالظبط زي صفحة جوه كتاب كل صفحة فيه ليها وقعها وقوانينها. واحنا غالبا بنشوف النسخة اللايت المبسطة الخفيفة، الوهم اللي احنا فاكرينه 3D، يعني مجرد اسقاط او انعكاس لصورة عقلنا هو اللي بيترجمها كده. زي بالظبط كده لما بتيجي تتفرج على شاشة موبايل، الشاشة قدامك مسطحة لكن بتعرض عليك عالم كامل جواه، فالكون الحقيقي أعمق لكن انت ما بتشوفش منه غير الظل. وده ممكن يفسر حاجات كتيرة العلم ملقاش ليها إجابة لحد النهاردة، زي الاختفاءات اللي بتحصل في بعض الأماكن في الكون على وش الأرض، وزي ظاهرة الديجافو إنك تحس إنك عشت اللحظة دي قبل كده بس إمتى وفين مش فاكر، وزي إحساسنا بالوقت اللي بيتلوى بينا كل شوية والتاني، مرة يبقى بطيء ما بيمرش ومرة تانية يجري مش قادر تلحقه، أيام تمشي ببطء وساعات تانية تلاقيه بيجري بسرعة الصاروخ مش قادر تلحقه، وكأن في طبقات زمن وطبقات مكان واحنا بنتنقل ما بينهم من غير ما نحس. نظرية الأكوان المتطورة ونظرية الأكوان المتعددة، واللي فاهم ان الاتنين واحد فحب أقوله انك غلطان. أولا نظرية الأكوان المتعددة هي النظرية الأشهر، واللي بتقول ببساطة كده ان الكون بتاعنا مش هو الكون الوحيد، ده فيه ملايين أو بلايين من الأكوان، وإن كل كون منهم ليه نظامه الخاص بيه، زمانه ومكانه وأبعاده وطريقة مختلفة لعمل الطبيعة في كل كون منهم. وإنت في نسخة منك في كل كون منهم بتعيش بطريقة مختلفة عن الكون اللي انت فيه. يعني انت مش مركز الوجود، انت مجرد فقاعة في بحر ملوش حدود. أما نظرية الأكوان المتطورة فدي مختلفة تماما عن اللي قبلها وفكرتها أعمق بكتير. دي اللي بتجاوب على سؤال إحنا جينا إزاي. فالكون فيها مش ثابت، ده بيتولد وبيتطور جيل ورا جيل. إزاي الكلام ده؟ العالم نيس مولين قال إن المادة لما بتيجي تنضغط جوه الثقب الأسود لدرجة العقل ما يتصورهاش، نتيجة الضغط ده بتزيد كثافة المادة لدرجات مرتفعة جدا وما بتلاقيش حل قدامها غير الارتداد. ولما بيحصل الارتداد جوه الثقب الأسود بينتج عنه فرقعة ضخمة. الفرقعة دي هي اللي بتكون كون صغير من الكون الأصلي، كون ليه قوانين وأبعاد مختلفة، النسخة المطورة من الكون الأب. يعني كل ما الكون كان جواه ثقوب سوداء أكتر، كل ما قدر يكون عدد أكوان متطورة منه أكتر. طب وإيه رأي الدين في الكلام ده؟ العلماء اكتشفوا إن الكون بيتمدد بسرعة أكبر من توقعاته، ومش بس كده، ده كمان بيجري بسرعة أكبر من حساباتهم ومعادلاتهم. ففضلوا يدوروا ورا السر أو التفسير المنطقي لتمدد وسرعة الكون. فالحل الطبيعي كان قدامهم إن الكون اللي احنا عايشين فيه مش هو الكون الوحيد، وبقى التفسير المنطقي إن في أكوان جنبنا، وإن الكون بتاعنا مش هو الكون الوحيد، ده مجرد صفحة في كتاب، وكل صفحة عبارة عن كون كامل.
والكلام ده بيتماشى جدا مع الآية القرآنية اللي بتقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وكما بدأنا أول خلق نعيده. فالكلام ده منطقي جدا وجذاب جدا، بس هل ده صحيح؟ هل الكلام ده صحيح؟ احنا جنبنا أكوان واحنا صفحات ورا بعض جنب بعض. الحقيقة إن أيوة فعلا الكون بيتوسع بطريقة غير متوقعة، وإن الكون بيجري بسرعة مش محسوبة، بس ده مش معناه إن التوسع ده ناتج عن وجود أكوان موازية بتزق بعضها عشان الكون يتمدد ويتوسع، وإن الكلام ده مجرد فرضيات مش نظريات على ملاحظات واضحة. أما تشبيه الأكوان بكونها صفحات كتاب فده تشبيه مجازي. العلم عمره ما قال إن الأكوان محطوطة فوق بعضها، ولا الآية القرآنية كانت بتتكلم عن الأكوان الموازية، لكنها كانت بتتكلم عن أحداث النهاية ويوم القيامة وانتهاء الكون أصلا. يعني ما فيش أي ربط ما بين الآية القرآنية ونظريات الفيزياء. هل القرآن لمح لوجود عوالم أخرى؟ القرآن الكريم ما تكلمش بشكل مباشر عن مصطلح الأكوان الموازية بالمعنى المتعارف عليه في النظريات وعلم الفيزياء، لكن في آيات بتفتح قدامك باب تفكير كبير تقف قدامها عاجز عن التفسير. آيات تخليك تسأل هل فعلا في أكوان تانية؟ هل في عوالم تانية غير عالم البشر؟ آيات تفتح قدامك باب تساؤلات أوسع من خيال أي عالم فيزياء. إحنا في صلاتنا كل يوم بنقول الحمد لله رب العالمين. العالمين مش عالم واحد ولا اتنين، العالمين عدد كبير من العوالم. بس احنا عارفين ان في عوالم تانية غير عالم البشر، في عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الروح والبرزخ، عوالم عارفين بوجودها لكن لا بنشوفها ولا بنسمعها ولا قادرين نلمسها. ده مش بس كده، ده احنا اصلا منهيين عن البحث عنها لانها من الغيبيات. عوالم ليها قوانين خاصة بتحكمها وابعاد وحدود تانية غير ابعادنا. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ادراكك البشري المحدود مش قادر يوصل لهم ولا يشوفهم ولا يسمعهم، فأبعادهم وحسابات الزمن والمكان عندهم مختلفة تماما عن عالمنا. وآية تانية تحطك في معضلة أعمق من الآية اللي فاتت، تخليك تفهم إن الكون مش ثابت ومش هو النهاية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، مش تعديل بسيط ولا تغييرات طبيعية، ده أرض غير الأرض وسما غير السما اللي احنا عارفينها، تبديل كامل للكون. وده معناه إن هتيجي لحظة الكون اللي احنا عارفينه بأبعاده وسماواته وأرضه هيتلاشى تماما، هيختفي ويتبدل بكون تاني خالص. الآية دي مش دليل علمي، بس لمحة تقولك إن الكون اللي انت عايش فيه دلوقتي بأبعاده وزمانه ومكانه مش هو النهاية، وإن هيجي عليه وقت وهينتهي وتتوجد انت في كون جديد. الآية اللي بتفتح باب قدام واحدة من أعقد نظريات الكون، نظرية الزمكان وميوعة الزمن والمكان ووهم البعد الثالث اللي احنا عايشين فيه. نظرية الزمكان فائق الميوعة، ودي واحدة من أغرب النظريات الكونية في الفترة اللي فاتت. النظرية بتقول إيه؟ بتقول إن الزمن والمكان مش ثابتين زي ما احنا فاكرين، دول عبارة عن مواد سائلة، ومش أي سائل، ده سائل فائق الميوعة اللي زوجته صفر، يعني بيتحرك من غير احتكاك، لا بيأثر فيه جاذبية ولا بيبطئه ولا بيوقفه أي توتر سطحي، عامل زي موجة بتجري لوحدها، لا في حاجة بتوقفها ولا بتبطئها. فالنظرية بتتخيل إن الكون عبارة عن بحر ضخم من الزمكان واحنا جواه، والأغرب لما يجي الكون ده يدور فالزمكان هيبتدي يلف ويتناثر ويتشكل على هيئة دوامات حلزونية ودواخين يلمونة، والدوامات دي على حسب كلام النظرية هي كانت البذرة الأولى للمجرات. يعني مجرتنا مجرة درب الدبانة ممكن تكون في الأساس دوامة زمكان اتولدت من لفة كبيرة
حصلت في بداية الكون. فكروني بمراجيح الموت. النظرية دي مش مؤكدة ومفيش دليل علمي عليها ولا قدروا هم يثبتوا صحتها، بس لو النظرية دي طلعت صح هيطلع الزمن ما بيمشيش في خط مستقيم، والمكان مش عبارة عن صندوق 3D ده كله مايع وبيتحرك واحنا في قلبه. ولو جمعنا كل ده مع بعضه، الزمكان اللي بيتدفق والطبقات اللي فوق بعضها والوهم اللي عقلنا شايفه حقيقة، يبقى هو سؤال واحد هينط في بالنا: هو احنا فعلا عايشين في كون واحد ولا احنا عايشين في النسخة اللي سمح لينا ان احنا نشوفها؟ لحد دلوقتي النظريات دي مجرد فرضيات، مفيش حاجة مؤكدة ولا قدروا يثبتوا صحة ولا نظرية، بس ياما في جراب العلماء كتير يحاول. عندك مثلا نظرية المصفوفة اللي اتكلم عنها فيلم ماتريكس، وفكرة الشبح الكوني، وفرضيات غيرهم كتير بتقول ان الكون اللي حوالينا مش هو الواقع الكامل. ولو حابين نفتح الباب اكتر ونعرض النظريات دي ونرد عليها، اكتبولي في التعليقات واحنا نعمل جزء تاني من وما قدر الله حق قدره. استنوني في باب جديد وسؤال تاني نجاوبه سوا في باب الحقيقة مع ايام. سلام.